وصلنا على هذا المكان الرائع، سلطانة باي في الجونة. كانت فعلا رحله استكشافيه، انا قعدت ليلتين بس. خليني احكي لكم كده عملنا ايه في الجونه او ايه اللي انت ممكن تعمله في الجونه. خلينا نبدا باول يوم. اول يوم لما وصلنا تقريبا على الساعه حوالي 2 كده، عملنا تشيك ان وخدنا الاوض والكلام ده. كان اللي احنا قاعدين فيه ده اسمه سلطانة باي، موجود في الجونه. بعد لما وصلنا وعملنا تشيك ان رحنا البحر بتاع الجونه. عايز اقول لكم هنا ان كل اوتيل او كل منتجع ليه البيتش بتاعه، سواء بيبقى جنبه او بيبقى في حته بعيده، فبتضطر ان انت تروح له بمركب زي ما احنا عملنا. من الحاجات بقى اللي بنعملها هنا ان انت بتروح البحر عن طريق المركب اللي انا راكبه ده. بتركب زي مركب عشان يوديك للبحر اللي بتنزل فيه. احنا هنا في اللاجون غير البحر، فدي حركه جميله صراحه وحلوه وعجباني ومبسوط يعني. الميه احنا لابسين طبعا نص كم، احنا في شهر 12 زي ما قلت. الجونه من الاماكن اللي ممكن نطلعها في الشتاء، بس الميه ساقعه سيكه، بس تتنزل. بصوا يا شباب، انا انطباعي اولي صراحه ان البحر بتاع الجونه مش زي البحر بتاع سنوركلينج بقى والكلام ده، زي دهب وشرم الشيخ وكده يعني. بصوا البحر عامل ازاي. يعني في اكتيفيتيز بقى ممكن تتعمل، والجسر ده ممكن تمشي من عليه وتنزل في الاخر خالص. بيقولوا تعمل سنوركلينج يعني وكده، بس مش شايف البحر بصراحه فيه شعاب مرجانيه الخطيره اللي بتتعمل فيها سنوركلينج. المهم ان الممر ده طويل جدا وفي كذا منزل للبحر من هنا، بس الارض مش بعيده يعني انا ماشي كل ده بس لسه غريق قوي او غويط قوي في البحر، لسه مخلرش يعني. انا شايف الارض من عندي، بس الممر طويل جدا صراحه يعني يكاد يكون مسافه كبيره هتمشيها يعني. بصوا انا كده وصلت لاخر الممشى ده، كده اخر الممشى، والمفروض بقى الناس بتنزل من هنا كده عشان تبدا تعمل سنوركلينج. في هنا شايف هنا شعاب مرجانيه وسمك، بس طبعا خفيف مش حاجه فظيعه. خليني اوريكم. كل دي هتلاقي فيها شعاب مرجانيه وسمك. كل ده هنا كده سمك، وممكن تلاقي شعاب مرجانيه. وهنا بيقول لك بعض الانستراكشنز: ما تمسكش الشعاب المرجانيه، ما تصطادش سمك، ما تاكلش السمك، ما تصطادش السمك برضو، ما ترميش حاجه في الارض، وما تحطش حاجه زي بتاعت لو انت معاك مركب مثلا او يخت زي اللي هناك دول، ما تحطش الهوك بتاعه عشان ما يموتش الشعاب المرجانيه. بصوا الميه ساقعه بس حلو، ما تسالنيش ازاي يعني. احنا في شهر 12 اهو. لا عادي جدا، نزلت الميه وعمت، وبالعكس لما طلعت برد، لكن تحت الميه حلوه جدا. هي اول وهله، ولكن زي ما قلت لكم الجونه من الاماكن اللي ممكن تنزل فيها الميه في الشتاء وهتبقى حلوه جدا. ابديت كده سريع. وانت راجع من البحر احنا رحنا بمركب، وانت راجع بقى لو المركب فاتك هتضطر تمشي لحد هناك، لان بيبقى اخر موعد بيرجع فيه. لو فاتك خلاص هتضطر ان انت تمشي، وكل فندق ليه المركب بتاعه يعني، انت ما ينفعش تركب مع فندق تاني مختلف. فاحنا هنضطر نمشي تقريبا 20 دقيقة عشان نروح الاوتيل. بس لو هنمشي وسط هذا الجمال ما فيهوش مشاكل يعني. قاعد لو مشي وسط هذا الجمال عادي، ايه المشكلة؟ نمشي وسط هذا الجمال. انها الجونة طبعا يا جماعة. المنظر جميل جدا واللاندسكيب حلو قوي يعني. بعد لما خلصنا البحر في زيتونة باي روحنا وقلنا هننزل بالليل في الجونة. في حتتين دايما بتتنزل، يا الداون تاون ومارينا. حاجة بقى كانت متوقعة جدا بالنسبة لي، وهي ان الجونة تبقى جامدة في النايت لايف.
هي كذلك، يعني هي فعلا حلوه في النايت لايف، حلوه قوي كمان. وخليني بقى اتكلم عن النايت لايف اللي فعلا الجونه عجبتني فيها. انزل تروح المارينا وتشوف اليخوت الموجوده اللي هناك، وشكل اليخوت المنظرها خطير جدا. المارينا كانت جميله جدا، والاماكن كانت حلوه جدا، والمكان اللي احنا فعلا اكلنا فيه كان حلو جدا. رحنا اول يوم اكلنا في مكان اسمه سكالا. في ناس طلبت باستا، في ناس طلبت مندش، انا عن نفسي طلبت باستا. الاكل كان رائع، وده كان ملحوظ بالنسبه لي ان الكواليتي بتاع الفود في الجونه حلو جدا. ممكن يكون غالي شويه كبرايس، اغلى شويه من الطبيعي، بس الاكل حلو جدا، الناس بروفيشنال جدا. ده كده كان اليوم الاول. نيجي بقى على اليوم التاني. اليوم التاني الصراحه قضيناه في سلطانه باي في الاوتيل، عشان البول او الحمام السباحه البسين بتاع الاوتيل كان جميل جدا. النهارده قضينا اليوم في الانفينيتي بول اللي ورايا وفي اللاجون. اللاجون ساقع جدا، كنا بننزل الميه ويعني نقعد فيها شويه وبعد كده نطلع ننزل بسين. ميزه بقى البول ده ان هو هيتد، الميه اللي بتطلع منه ميه سخنه. بس الحلو بقى ان انت بعد لما تخلص اللاجونه تروح هوب ايه ناطط في البسين او الانفينيتي بول. بتحس كده كأنك دخلت ساونا، ساقع سخن ساقع سخن. فالموضوع ده لذيذ لذيذ. النهارده بقى رحنا على الداون تاون، وبعد لما رحنا الداون تاون شفنا كذا حاجه عايزين نجربها. وبرضو بالنسبه لي الداون تاون، الاجواء بتاعت الداون تاون زي المارينا، هي بالنسبه لي الاجواء اللي انت تبقى ماشي شايف ناس حواليك، شايف مطاعم، حاطه الترابيزات بره، قاعده لطيفه جدا. بالنسبه لي حسيت القعده دي زي مكان اسمه جزيره الاميرات او برنسس ايلاند في تركيا لو حد راح هناك. وانا حبيت ان انا اجرب اكل تايلاندي، فروحنا مكان وجربنا ناكل فيه. جبت حاجه اسمها توم يام سوب، شوربه بالجمبري. الاكل سبايسي جدا، لو حد راح هناك ما يطلبش الميديم، لان المايلد اللي هو الاخف من الميديم كسبايسي حراق جدا. قول له انا عايز مايلد وهات لي سبايسي، باقي السبايسي بره عشان لو عايز تزود، لان المايلد اصلا حراق اللي هو اقل حاجه. كانت عباره عن شوربه بالجمبري بس بطريقه تايلاندي كده، ومعاها شويه اعشاب. الشوربه كانت حلوه ما كانتش وحشه. وبعد كده طلبت مندش تشيكن كاري ومعاه رز ستيمد، رز مسلوق. طبعا عادي بالنسبه لي، حسيت ان انا مش باكل حاجه واو يعني. ممكن يكون الاكل كان طعمه حلو لذيذ، بس مش التيست الفظيع الخطير اللي انا اروح اكل فيه اكل تايلاندي تاني. يعني ممكن يكون انا ما حبيتش اكل التايلاندي. خلصنا مطعم التاي برضو، فضلنا في داون تاون وفضلنا نتمشى كده حبه حلوين، وقعدنا نشوف الاجواء بتاعت الداون تاون. وبالليل رحنا المارينا تاني، من كتر ما عجبتنا المارينا بالليل رحنا المارينا تاني، ورحنا مكان اسمه جوندو كافيه. وبعد كده برضو طلبنا مين ديش، وطلبنا برضو باستا، وطلبنا برضو اكل، وفعلا كان برضو الاكل خطير جدا. السيرفيس بتاعتهم من احسن السيرفيسز اللي شفتها في حياتي. ناس منتهى الادب والذوق. وقبل ما ناكل جاب لك حاجه اسمها ويلكم سناكس. بس الاكل كان حلو جدا، السيرفيس كانت حلو جدا. فانا اريكومند المكان ده لو انت حابب تيجي تروح تاكل في حته تيستي، سيرفيس كويسه، ناس محترمه، اكل طعمه حلو قوي، هو جوندو كافيه. وزي ما قلت لكم هو الاكل هنا غالي شويه، بس مش غالي قوي عن القاهره. بس هتحس بفرق الغلو ده، هتحسه في السيرفيس، في التيست، في كل حاجه. ويبقى معانا اخر بقى سؤال، وهو امتى اجي الجونه؟ وهل اصلا الجونه تستحق ان انا اجيها ولا لا؟ انت تيجي الجونه طبعا اي دونت ريكومند الجونه في الصيف تماما. احنا في شهر 12 زي ما انتم شايفين، الشمس قربت تحرق وشي. انا لابس بكم الجو فيه هوا، ولكن الشمس شديده، يعني ممكن البس نص كم عادي جدا. فتيجي امتى؟ تيجي في الشتاء. هل الموضوع يستحق ولا لا؟ دي بقى بتعتمد على حضرتك، انت بتحب تشوف ايه. يعني لو هتيجي تقول لي انا هاجي عشان اعمل سنوركلينج في الجونه ودايفنج واشوف اشكال وانواع اسماك المختلفه والحاجات اللي انا بحبها، هقول لك لا طبعا ما تجيش الجونه. الجونه اصلا البحر بتاعها اللي هو الزيتونه بيضاء مش احسن حاجه. بحر كان عالي، كان ساقع جدا، كان موجه عالي. يعني البحر لما بيبقى عالي وغويط وساقع بتبقى مشكله برضو شويه. ما فيهوش شعاب كتيره، ما فيهوش سمك فظيع، في حاجات قليله. فالبحر بتاع الجونه مش احسن حاجه. فانت لو
هذا الشخص اللي بيدور على سنوركلينج ومناظر شعاب مرجانيه، لا ما تجيش الجونه، اطلع بقى على شرم الشيخ او دهب. لو انت شخص بيحب الاستجمام وان انت تبقى شايف مناظر طبيعيه خطيره وبقى تعيش مع الطبيعه، طبعا تعالى الجونه، بس ما تجيش الجونه في الصيف، لان في الصيف نفس الفكره بتاعت المود بتاع الجونه هو الساحل، بس طبعا على مناظر اخف من كده. المناظر الطبيعيه هنا خطيره، ولكن انت في الصيف هتروح تشوف مناظر طبيعيه وهتبقى حران، مش هتبقى حاسس ان انت مستحمل قوي. ولكن انت لو انت بتحب المناظر الطبيعيه وبتحب اللاندسكيب وتسترخي بقى مع الطبيعه كده، فانت لو هذا الشخص تعالى الجونه، هتنبسط جدا. روح الداون تاون، روح المارينا، الموضوع حلو، فيو جميل جدا. ممكن تفضل قاعد اصلا قدام الفيو ده، ما بتعملش اي حاجه، بتسمع بس ميوزك وخلاص. انا بالنسبه لي برضو لو عايز اريلاكس ممكن اعمل كده. فانت لو هذا الشخص تعالى الجونه. فانت عندك الشخصين، شوف بقى مين احسن واحد بالنسبه لك في الشتاء يعني، وقرر وبس كده. ودي كانت رحله سريعه جدا للجونه. وطبعا لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا له لايك وتشيروه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.